بما اني بقى بنزل لكم فيديوهات التوفير، فالنهارده هعمل لكم من ربع كيلو لحمه العظمه دي كلها. البلو بيف الاصلي بطريقته الاصليه، بجد مش هتفرقيه عن البلو بيف اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا احنا بنجيب العلبه قد كده بمبلغ عالي قوي، كلنا عارفين سعره. انا النهارده هعمل لك من ربع كيلو لحمه مفرومه كل العظمه دي كلها. بجد هتاكلي البلو بيف ده وتدعي ده حلو من قلبك ليه. هتشكلي بقى في سندوتشات المدارس، هتهيصي عيالك بجد من ربع كيلو لحمه العظمه دي كلها. ايه رايكم؟ هو حلو بقى من قلبكم ليا. ويلا بقى نعمل تجربه كده عملي كده مع بعضينا، يلا بينا. وهنا بقى هوريكم التجربه كده قدام عينيكم. جبت معلقه سمنه كده حلوه كبيره، ونزلت بقطعتين من البلوبيف اللي انا عاملاه. وهو هيطلع يعني مفكوك منك شويه، بس على فكره الطعم والله العظيم ثلاثه ما يتقارنش اصلا باللي احنا بنشتريه، احلى بكتير. بصوا الجمال والعظمه، والله بجد تحفه. هنا بقى عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. اللحمه هنا عندي حمراء، عندي هنا قطعتين وانا مقطعاهم كده ليا ضاني. عايزه اقول لك اللي هي الضاني بتودي البلوبيف بتاعنا في حته تانية خالص، بامانه الله. هنا بقى عندي معلقه بابريكا، معلقه بهار لحمه او 7 بهارات، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، ورق غار او اللي هو اللوري، وكام فص حبهان. هنزل بقى كده بالمكونات بتاعتي دي كده كلها في حله او في طاسه زي ما انا كده قدامكم هعملها. وهنزل كمان ببصلايه، بس هنا نسيت احطها وهرجع احطها تاني قدامكم. وهنزل هنا بكوبايتين من الميه او حسب ما تغطي اللحمه بتاعتك. يعني الكوبايات انا معايا صغيرين عشان انت ما تروحيش تحطي كوبايتين كبار، لا احنا مش عايزين نهدر اي ميه او اي ماده سائله تنزل من اللحمه بتاعتنا. عايزه العصاره بتاعتها اللي تنزل منها فيها احنا نستخدمها، يعني ما نرميش منها حاجه. انا قبل كده كنت عامله البلوبيف، وكنت غليت اللحمه في ميه ورميت، يعني كبيت الميه اللي اتبقت ما استخدمتهاش. فهنا لا، انا هعمل على قد بس ان هي تسوي لي بس البصل والليه واللحمه بس. حطيت كوبايتين والكوبايتين متوسطين. هغطي بقى كده عليه. هنا بقى بقول لكم نسيت البصلايه، كنت لسه حاطه وما لحقش. هغطي بقى عليه وهفضل رايحه جايه كده ايه وانا واقفه بعمل اكلي وحالي زي ما انتم شايفين. ببص الاقي لسه الميه بتاعتي او العصاره اللي نازله من اللحمه وبقيه الميه ما لسه يعني ما قلتش. انا عايزاها يعني تقل كده بنسبه 99. هنا جبت بقى العلبه او اي حاجه كده زي ما انتم شايفين اللي هعمل فيها البلوبيف بتاعي. دهنه زيت. وهنا بقى بقول لكم كده خلاص، يعني انا هستخدم بقى اللحمه بالسوائل البسيطه اللي فيها. شلت بقى هنا ورق اللوري وشلت الحبهان زي ما انتم شايفين. وهاخد بقى الحاجات الحلوه دي كلها كده زي ما هي بالليه بالبصل، كله مستوي معايا على الكبه بتاعتي. وهنزل هنا بلون غذائي احمر حسب كده اللون اللي انا عايزاه. وعندي هنا معلقه من الجيلاتين، ربع كوبايه ميه اقل على معلقه من الجيلاتين. هضربهم بقى ضرب كده حلو. وانزل بقى في العلبه بتاعتي واخبطها خبطتين وادخلها التلاجة من مده ل3 4 ساعات، او لو انت مستعجله في الفريزر نص ساعه. انا بقى بصراحه دخلتها التلاجة وكنت مستعجله عايزه اصور، فهي كانت عايزه تمسك نفسها يعني سنه بسيطه. بس طلع قدامكم ايه، بولوبيف ولا مش بولوبيف؟ عايزه اقول لكم اقسم بالله العلي العظيم، طعم ريحه فوق الوصف، والله العظيم احلى من البولوبيف اللي احنا بنجيبه. مش عارفه يعني عملته قبل كده، بس المره دي طالع احلى واحلى. للامانه انتوا عارفين انا اي حاجه بتبقى حلوه بقول لكم اعملوها. اي حاجه بتفشل معايا او بتبوظ انا للامانه عشان ربنا ما يحاسبنيش بقول لكم ان الوصفه مش حلوه، بس بجد والله العظيم يستاهل ان انتوا تجربوه. عايزه بقى الفيديو ده يتشير لكل حبايبي. بجد اتمنى كده اي حد موجود عندي يعمل شير بس مشاركه للفيديو عشان كل الناس تستفاد منه. بسبب الغلا اللي احنا فيه الناس بتتمنى دلوقتي اي وصفه تكون سهله وبسيطه وتدي معاها كميه. بصوا يا جماعه الكميات دي ايه، دوت ما يقضيش يعمل سندوتشات لاولادنا بالبيت كده زي ما انتم شفتوا. لو اخدتي قطعتين بس وعملتيه بالبيت هيعمل معاكي زي ما انتم ما شفتوا كده وجبه كامله تقدري تعمليها سندوتشات لاولادك في المدارس. بصوا بقول لكم البولوبيف بولوبيف يا جماعه، طعمه وشكله ولون. الكاميرا ظلمه جدا. هنا بقى زي ما انا ما قلت لكم عملت بقى هنا ايه البيض بالبولبيف زي ما انتم شايفين كده. تقدري بقى فطار غدا عشاء، البولبيف بنستخدمه في حاجات كتير. تقدري تعمليه مع المكرونه بالصلصه، يعني ليه كذا، يعني كذا وصفه. بقول لكم بقى هنا بجد يا رب كده الفيديو يعجبكم، ويا رب يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، وتشاركوا لي الفيديو وتعملوا كومنت حلو ولايك.